بصوا يا جماعه، خلصنا الزبادي الجميله اللي انا سبتها من بالليل للصبح. دي الكميه اللي فاضله عندنا، احنا اكلنا الباقي بقى سحرنا بيه. بصوا في منتهى الجمال والقشطه دي على الوش على فكره متماسكه، يعني سايبينها من بالليل للصبح. لو جمدت شويه، لو حاسين ان هي فيها ميه شويه مفيش مشكله، حطوها في التلاجة بتبقى كويسه. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي، واشوفكم دايما على خير. باي باي. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى هنعمل زبادي يا جماعه. الزبادي بقت غاليه قوي وداخل علينا رمضان بقى، فاحنا عايزين نعمل الزبادي في البيت. الزبادي سهله جدا يا جماعه. انا معايا كيلو ونص من اللبن. بصوا انا بغليه، وبصوا اهم حاجه نقعد نقلب فيه كده ونعمل الرغاوي دي تطلع كده والقشطه تطلع اكتر. وهنسيبه بقى لما يبرد خالص، بس انا بغليه كويس جدا. الحركه دي بقى بتطلع لنا القشطه حلوه قوي، واخدين بالكم حبايبي. فانا هنعمل الزبادي في البيت، في جميله جدا ما بتاخدش وقت، بنظافه، واحنا عارفين ضامنين اللبن ازاي وضامنين كل حاجه بتاعتنا وهنعقمها ازاي. هي سهله جدا. هنغلي اللبن بس كده وهنسيبه بقى يبرد خالص زي دمع العين كده، يعني يا دوبك بس دافي، عايزاه يعني دافي بس بالظبط. وهنعمل بقى احلى زبادي في البيت، وعشان رجب وعشان رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. وثانيه واحده بقى هغليه وهطفي عليه وهنحطه وهنوريكم ازاي. الخطوات التانية سهل جدا، هتبقى احلى زبادي في بيتنا زي ما انا معوداكم، اللي احنا كل حاجه في البيت هنعملها. مهم جدا اللبن طول ما احنا بيغلي او بنقلب فيه كده ونطلع. بصوا القشطه في منتهى الجمال كده. الحركه دي بتطلع القشطه جامد جدا من اللبن، وبنغليه كويس جدا، ضامنين اللي احنا غاليينه. وانا حاطه فيه غلايه اللبن دي، وهسيبه لما يغلي جامد وكويس قوي. وثانيه واحده وخليكم معايا. بصوا يا جماعه، احنا قلنا هنعمل الزبادي في البيت ماشي، فاحنا عايزين الزبادي دي نخليها كويسه جدا. انا برضو معايا مج من الميه، هنحط عليهم معلقتين لبن بودره، وهنقلبهم كويس جدا وهنضيفهم على اللبن الحليب بتاعنا. انا غليته طبعا وسبته يبرد علشان البكتيريا والحاجات دي لازم يغلي كويس ويهدى، بحيث ان احنا عايزينه زي دمع العين كده يا جماعه ماشي. انا قلبت اللبن اهوت البودره، هنزله بقى ايه، هنحطه على الكيلو اللبن، الكيلو ونص لبن معايا، وهنحطه كده عليه واخليه برده ياخد غلوه كده عشان تبقى زبادي بقى مميزه وزبادي في البيت كويسه جدا. هنخليه بس يغلي وهنطفي عليه. احنا هنغلينا اللبن الاول عشان نتاكد من الغليان بتاع اللبن يا جماعه ماشي. ودوت برده هخليه يغلي مع اللبن البودره ده. اللبن البودره بيدي تيست حلو جدا مع الزبادي، وهنخليها وخليكم معايا بقى ونشوف لما يغلي هيهدى، وهنشوف هنعمل الزبادي ازاي. وخليكم معايا ثانيه واحده. احنا غلينا اللبن البودره بقى مع اللبن الطبيعي، وهنسيبه بقى يبرد يا جماعه. وهنحط بقى عليه الخميره اللي هي الزبادي والزبادي، عشان علبه الزبادي معانا. بصوا خدنا شويه لبن مع علبه الزبادي اهي، وهحطها بقى. اللبن ده برده دافي خالص يعني، هنحطهم مع شويه اللبن كده. دي الخميره بتاعت الزبادي، وهنقلبهم كويس قوي. وبعد كده هخليه يبرد بقى. عايزينه دافي كده زي دمع العين. احنا بنعمل الخميره كده يا جماعه بحيث ان احنا هنضربه كله في الخلاط، بس لما اللبن يبرد خالص عايزاه دافي خالص عشان ما يفسرش معانا ولا يعمل اي حاجه. دي السر بقى اللي هي بتاعت الزبادي، الخميره اللي احنا بنحط شويه نص كوبايه لبن دافيه خالص، بنقلب فيها كوبايه الخميره كوبايه الزبادي، وبعد كده هنضربهم كلهم في الخلاط، وهنحطهم بقى في البرام بتاعتنا في كوبايات في اي حاجه، وندخلها الفرن. وثانيه واحده وخليكم معايا. بصوا حبايبي، انا ضربت بقى خليت الخلص اللبن لما بقى يعني برد خالص زي دمع العين، وضربنا الخميره اللي هي كوبايه الزبادي مع شويه لبن، نص كوبايه لبن كده، وهنحطها هنا كده على بعض، واخدين بالكم، وهقلبها. وعشان اطمن برده خالص ان هو الخميره كلها دخلت في بعض، هنضربها كده بالمضرب، وبعد كده هحطها في الخلاط بقى ايه يعني يضرب كل حاجه ويدينا وش حلو جدا. ادي الخلاط اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى اللبن الجميل كده معانا بالزبادي بالخميره بتاعته، وهضربه في الخلاط. وثانيه واحده وخليكم معايا. بصوا
جماعه بتتضرب في الخلاط اهو، نضربها بس 8 دقايق ونص بقى ونحطها في الثانيه. بعد ما نزلناها بقى من الضرب في الخلاط، بصوا الوش جميل ازاي. هنبدا بقى نحطها في البرام بتاعتنا. الكوبايات يا جماعه اي حاجه، تبقى الزبادي جميله جدا ونضيفه واحنا عارفينها وضامنين اللبن بتاعنا، وبتدينا تيست حلو قوي. داخل علينا رمضان بقى واحنا في رجب، اللهم بلغنا رمضان يا جماعه. طبعا الزبادي بقت غاليه قوي، فاحنا عايزين نعملها في البيت مش هتاخد مننا حاجه وسهله جدا وجميله وطريقتها حلوه قوي. ادي الكميه كلها انا عملتها اهو. الوش بقى الجميل ده هتطلع فيها زبادي بقى وفيها وش حلو قوي، وهنحطها بقى في الفرن بتاعنا. انا مولعه الفرن دلوقتي يا جماعه من فين؟ من الشوايه من الفوق، وانا هحط لها حمام ميه سخنه. هو ده الحمام الميه السخنه بتاعتنا اللي هو اللي هيسوي الزبادي. دي طبعا الكوبايه اللي احنا حاطين فيها الخميره، فانا عايزه اقلبها كويس قوي. وبص بقى هنا الريم ده الوش الحلو قوي، عايزين نحطه هنا برده كل شويه، كل حبه كل كوبايه كده كل مج نحط لها كوبايه وش القشطه دي، ومش هتاخد مننا ثواني. وادي الزبادي خلصت في منتهى الجمال ونظافه، وحاجه احنا ضامنينها في بيتنا. وهوريكم حمام الميه السخنه هنعمله ازاي في ثانيه واحده. ادي جبت صينيه وحطيت لها ميه من الكاتل، هو ده حمام الميه السخنه بتاعنا. وحطيت الزبادي بتاعتي رصيتها، وانا ولعه الشوايه كده من فوق من الفرن هطفيها وهدخلها. هسيبها 4 ساعات في الفرن بالميه السخنه دي جميله. هنغطيها وهحطها في الفرن وخليكم معايا بعد 4 ساعات وهوريها لكم ثانيه واحده.